السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، يسعدنا أن نكون معكم مرة أخرى لنقدم لكم أبرز الأخبار عن اللاعبين المغاربة. كما عهدتمونا دائما، نهتم بتقديم المعلومة الدقيقة مدعومة بالمصادر وبأسلوب مختصر ومفيد. ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مع باير ليفركوزن لضم ميسي ألمانيا. يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لاتخاذ خطوة مفاجئة في سوق الانتقالات المقبلة، حيث يفكر في إدراج نجمه العربي إبراهيم دياز كورقة أساسية ضمن صفقة تبادلية تهدف إلى ضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن المعروف بلقب ميسي ألمانيا. اهتمام سابق من باير ليفركوزن بإبراهيم دياز. كان باير ليفركوزن قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع إبراهيم دياز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بناء على توصية مدربه الإسباني تشابي ألونسو. ورغم ذلك لم تنجح المفاوضات في التوصل إلى اتفاق، ورغم الأداء المميز الذي يقدمه دياز تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في الفترة الأخيرة، إلا أن مستقبله مع النادي الملكي يبدو غير واضح، خاصة مع اهتمام عدة أندية أوروبية من الدوريين الإنجليزي والإيطالي بخدماته. تفاصيل الصفقة المحتملة: وفقا لصحيفة جوما الام دي، يخطط ريال مدريد لاستغلال رغبة باير ليفركوزن في ضم إبراهيم دياز لتسهيل انتقال فلوريان فيرتز إلى سانتياغو برنابيو. يعد فيرتز واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، ويلعب دورا محوريا في خط الوسط، مما يجعله هدفا للعديد من الأندية الكبيرة بما في ذلك بايرن ميونخ، مما يعزز المنافسة على توقيعه. تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن تطورات هذه الصفقة المحتملة، التي قد تعزز من قوة ريال مدريد وتتيح له الاستفادة من موهبة استثنائية مثل فيردز. أمرابط والنصيري يخسران أمام بلباو في الدوري الأوروبي. خسر فريق فنربخشة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أمام أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت مشاركة المغربيين سفيان أمرابط والنصيري كأساسيين طوال اللقاء. أيوب بوعدي قريب من تمثيل المغرب أخيراً. كشف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أن اللاعب المغربي الأصل أيوب بوعدي قد أبدى اهتماماً كبيراً باللاعب للمنتخب المغربي. لقجع أوضح في تصريحاته: أيوب بوعدي مغربي قلباً وقالباً، ونحن نعمل على ضمه لصفوف المنتخب الوطني. نأمل أن يكون إضافة قوية لتمثيل المغرب في المستقبل. ختاماً، المواهب المغربية تواصل التألق على الصعيد الدولي، مما يعزز الطموح نحو تحقيق إنجازات كبيرة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.